ازيكم يا شباب عاملين ايه؟ جاي لكم النهارده بحكايه يوهان صاحب نظام الاغلاق التام. لو انت اول مره تتفرج على حكايه يوهان الاسطوريه فانصحك تروح تتفرج على الجزء المجمع على صفحه القناه، وهسيب لك برضو اللينك بتاعه في صندوق الوصف. وكالعاده قبل ما نبدا يلا بينا كلنا نصلي على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. ولو اول مره تشوفنا يا ريت تشترك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، وما تنساش اللايك الجميل اللي بيشجعنا نستمر. ويلا بينا نكمل باقي الحكايه. شفنا في الحلقة اللي فاتت إن ريتا قدرت أخيرا تحقق أمنيتها، وابنها رجع ليها وقعدت معاه أحلى 24 ساعة. وشفنا كمان إنها حبت ترد الجميل ليوهان وبتوعده إنها هترجع ليه أهله بأي تمن. وشفنا كمان إن يوهان بدأ في خطة رجوع أهله من تاني، وكان قدامه شوية مشاكل، بس يوهان الجاحد حط لكل مشكلة خطة جاحدة زيها، وكل حاجة كانت ضمن الخطة بالسحتوت لحد ما بيحصل معاهم حاجة ولا على البال ولا على الخاطر، وهو إن سيون الرابط اللي عاملاها مع الفيران بيتقطع. فبيقول لها يوهان في صدمة: إيه بتهزري؟ أنت مش لسه الرابط كان شغال معاك يا بنتي؟ فبتقول له سيون: للأسف المسافة بعدت قوي، محطة جيونغ آخر حاجة كان الرابط فيها شغال، ها هنعمل إيه دلوقتي؟ بيتوتر جدا يوهان وبيتعصب وبيقول لنفسه: ده إحنا كنا خلاص هنطلع من المحطة دي وندخل على محطة جيانغ اللي جنب بيت أهلي. أنا كنت متحمس جدا وكنت عايز أتأكد من بيت أهلي الأول وأطمن عليهم وأطمن لو حواليهم في أي وحوش ولا لأ قبل ما أبعت دونغ وفريقه. وبيتضايق أكتر وبيقول لسيون: أنا آسف يا سيون، أنا عارف إني بتقل عليكي، بس ممكن تحاولي ترجعي الرابط تاني مع الفيران؟ بتقول له سيون: بس كده من عيوني. وبتحاول معاهم تاني، بس للأسف آخر حتة تقدر تربط الفيران بيها هي محطة جيونغ. فبيقول يوهان لنفسه: دي المحطة اللي جاية أهم محطة، لأن دونغ وفريقه هيخرجوا بره المترو وهيطلعوا بره، وأنا كنت عايز أأمن ليهم الطريق، يا رب ما يحصلش ليهم أي حاجة ويبقوا كويسين. وبيروح عند دونغ وفريقه وبيكونوا خارجين من محطة المترو وبيتصدموا أول ما بيشوفوا المكان، لأن العملاق بيكون عمل الجلاشة مع المنطقة ودمر كل العماير اللي فيها. وبتروح هارين على جيون وبتقول له: خلي غرابك يعمل لنا لفة في المكان ويقول لنا إيه الأخبار. فبيبعت جيون فعلا غرابه وبيستغرب وبيقول: مفيش أي وحوش حوالينا نهائي. فبيقول له كيم: غريبة، حتى في محطة يانغ ما كانش فيه أي غلام برضه، هو إيه اللي بيحصل بالظبط؟ أنا حاسس إن في خازوق جاي بس مش عارف هيجي منين بالظبط، أنا بدأت أتوغوش. فبتقول له هارين: انشف شوية يا مالك، هو بس الموضوع كله إن بسبب العملاق الوحوش كلها خافت ومشيت، وده طبعا في مصلحتنا. فبتقول لها لوجي وهي مرعوبة: هو مش الجو ليل ولا ايه؟ واكيد الوحوش اللي مستخبية كلها هتطلع دلوقتي، والمفروض اننا ندور على مكان كويس نستخبى فيه لحد الصبح. فبتطمنها هارين وبتقول لها: ما تقلقيش، انا حافظة الغيلان اكتر من اسمي، دول ما بيحبوش يخرجوا بالليل نهائي، ده الليل بالنسبة لنا احنا أأمن من النهار. بيقول لهم دونغ الشبح: في ايه يا اخوانا، ما تصلوا على النبي وتجمدوا كده شوية، احنا هنتحرك دلوقتي، لو حصل معانا اي حاجة وحشة اكيد يوهانا يستدعينا وينقذنا على طول. وبيروح عليهم فار وبيقول لهم جيون: على سيرة القط اتبعت لينا فار سيون اهو شكله عايزنا نروح وراه. وبيمشوا كلهم ورا الفار لحد ما بيوصلوا لمحطة بوسان، وبيتصدموا كلهم اول ما بيشوفوا فيه بحيرة صغيرة، وبيقولوا: مين جاب القلعة جنب البحر يا جماعة؟ هي عمرها ما كان في بحيرة هنا أصلا. فبتقول له هارين: ده شكل العملاق لما كسر البيوت وقع على الأرض خرجت المية اللي فيها، ومرة واحدة في حاجة بتخرج من جوه المية، وجيون الحساس بيقف وبيبص عليها وبيقولوا له: في إيه؟ فبيقول لهم: أنا سمعت صوت حاجة خارجة من المية دي. وبيبصوا كلهم وبيتصدموا وبيقولوا: إيه ده؟ ده في حد قاعد على الصخرة اللي في وسط المية اللي هناك دي، هو ده إنسان ولا إيه بالظبط؟ وبيركزوا أكتر معاه وبيتصدموا كلهم وبيقولوا: لا مستحيل، دي حرية بحر سرين، وحرية البحر المتوحشة مش بتديلهم فرصة يتصدموا. وبتصوت بصوت عالي جدا وكلهم بيترعبوا من صوتها ده وبيحاولوا إنهم يسدوا ودانهم على قد ما يقدروا، لكن المصيبة الأكبر بتحصل دلوقتي، وهي إن صوتها العالي ده فيه موجات تحكمية وبتقدر إنها تتحكم في جسم ريتا وكيم وتخليهم يمشوا لحد المية ويرموا نفسهم فيها كمان. وللأسف باقي الفريق مش بيقدروا إنهم يساعدوهم أو يمنعوهم، وكيم أول ما بيقع مش بيقدر إنه يعوم أو يقاوم، على عكس ريتا اللي بتقدر إنها تسيطر على جسمها من تاني
وبتحاول إنها تعوم لفوق، لكن للأسف بيظهر وحوش مرة واحدة جوه المية وبتمسكها من رجليها وبتسحبها لتحت. وعند باقي الفريق لوجي الجحدة أخيرا بتقدر إنها تفك جسمها من تأثير السويت بتاع الحرية، وبتستخدم بسرعة مهارة الدرع السحري على دونغ وفريقه، وبيقدروا كلهم هم كمان يفكوا نفسهم من تأثير الحرية، وبيقولوا كلهم في نفس واحد إحنا أخيرا قادرين إننا نحرك جسمنا، لا وكمان حاسين بنشاط وحيوية. فبتقول لهم لوجي بسرعة مفيش وقت، اجروا انقذوا ريتا وكيم قبل ما يموتوا. ومرة واحدة وشها بيجيب 100 لون ولون، وبتبص على المية وهي مصدومة، وبيبص باقي الفريق وبيتصدموا معاها، وده لأنهم بيشوفوا وحش من ضمن الوحوش اللي شدت ريتا في المية. وبعدها بيظهر مجموعة من نفس الوحوش وبيترعب دونغ وبيطلع سلاحه على طول، وبيقول لهم يلا بسرعة استعدوا عشان هنبدأ القتال. وبيفضلوا يقتلوا في الوحوش ديت بسرعة كبيرة، بس مهما يقتلوا فيهم بيطلع غيرهم. وبيتعصب دونغ وبيقول لهم يا ولاد الوحوش الغير محترمين، الوحوش دول ما بيخلصوش، مش مدينا أي فرصة عشان نحاول ننقذ ريتا وكيم، إحنا كمان ما ينفعش نتأخر عليهم أكتر من كده. لكن للأسف الوحوش بيحوطوهم من كل اتجاه. ومرة واحدة بيسمعوا صوت قوي خارج من المية، وبيفرحوا جدا أول ما بيشوفوا مصدر الصوت، واللي بتكون ريتا وهي متحولة في هيئتها الدبابية يا صديقي، وقدرت إنها تنقذ كيم ويخرجوا من المية كمان. وبيشكرها كيم وبيقول لها أنا كنت فاكر نفسي مت وارتحت، شكرا جدا ليك يا ريتا. فبتقول له ريتا سيد عيب عليك ما تقولش كده، احنا أهل برضه، وبعدين انت ياما وقفت جنبي وأنقذتني، هات لي 2 ليمون هنا يا ابني. وبيقطع لحظة الشكر والجميل دي صوت الوحش وهو بيصوت وبيجري يهجم عليهم. وكم بيتعصب وبيقول لهم ايه يا شوية وحوش يا اوباش، ده انا هفشخكم كلكم دلوقتي حاضر. وبيهجم عليهم بكل قوة وبيطير ليهم رقابهم، وبتساعدوا ريتا وبتنزل فيهم فين يوجعك وبتقطعهم تقطيع، وبترزع واحد منهم بعيد، لكن المفاجأة انه بيتخبط في حاجة وبيكسرها. وبيستغربوا كلهم وبيقولوا ايه اللي خبط فيه الوحش ده، وبيبصوا عليه وبيتصدموا وبيقولوا مستحيل، ده غول مصلوب. وبيبصوا بعدها لفوق عشان يشوفوا أبشع منظر، وبيقولوا لبعض يا نهار زي بعضه، ايه كمية الغيلان والبشر المصلوبين دول كلهم، احنا للأسف كنا مركزين لتحت وما خدناش بالنا من اللي فوق، ويا ريتها لحد كده وبس. ده البت هارم بتصوت وبيقع منها القوس بتاعها، وبيبصوا كلهم عليها وبيلاقوها بص على المصلوبين ومصدومة، بتحط ايديها على بقها وبتصوت وبتنهار وبتقول لا ابويا لا. وفي اللحظة ديت بيهجم عليها وحش، وطبعا هي مش في حالة تسمح ليها انها تدافع عن نفسها، والوحش كان خلاص هيخلص عليها هي كمان ويبعتها لابوها. ودونغ بيترعب عليها وبيصوت، لكن للأسف بيكون فات الأوان ومش في إيديه أي حاجة يعملها عشان ينقذها. بس هارين ما ينفعش تموت كده يا جماعة. وعلى آخر لحظة الواد ميون الجاحد بيطلع مسدسه وبيضرب طلقتين على الوحش بيدشمله، وبيقدر إنه ينقذها. يا واد يا ميون يا جامد، وبيقول لها أختي أنت كويسة. بس هارين ما بتبقاش كويسة نهائي وبتقع منهارة على الأرض. وبيروح جيون على دونغ وبيقول له دونغ أنا أخيرا عرفت حل المشكلة اللي إحنا فيها دي، أنا كنت بعت غراب يراقب لينا الجو، ولاحظت حاجة مهمة جدا وهي إن الحرية هي اللي بتأمر الوحوش، وده لأنها كل ما بتحرك بقها الوحوش بتهجم علينا، إحنا لو قدرنا إننا نخلص عليها ساعتها كل الوحوش ديت هتنسحب. بيقول له دونغ هي فكرة تستحق المجازفة فعلا، بس تفتكر الوحوش ديت هتسيبنا نقرب من القائدة بتاعتهم بكل سهولة كده؟ بيقول لهم كيم سيبوا الموضوع ده عليا أنا هشخلعها لكم خالص. والحرية في اللحظة ديت بتبدأ إنها تحرك بقها تاني، وبيلاحظ دونغ إن الوحوش تشكيلها اتغير وبدأوا إنهم يهجموا عليهم تاني. وبيقول لهم دونغ شكلها عرفت إننا نهجم عليها هي، يا كيم هتقدر عليها ولا واخد مقلب في نفسك؟ فبيقول له كيم عيب عليك انتم بس وسعوا ليا المكان. فبتقول له لوجي انا هقعد مع هارين واحميها وانتم خلصوا عليهم. وبيطلعوا يجروا كلهم وبيفضلوا يخلصوا على الوحوش، وكيم هو كمان بيقتل الوحوش معاهم لحد ما بياخد الإشارة من دونغ، وساعتها بيخرج سلاحه وبيفعل عليه مهارته وبيحدف بكل قوته السلاح باتجاه دونغ وفريقه اللي كانوا رايحين ناحية الحرية، وبيعدي السلاح من جنبهم وبيعدي كمان من جنب الحرية ولا بيخدش فيها حتى. وبيتصدموا كلهم وبيقولوا نعم يا روحي، امال عمال تقولي اعتمدوا عليا وثقوا فيا وانت طلعت بلح في الاخر. حتى الحرية والوحوش بيموتوا على نفسهم من الضحك عليه، لكن كيم لسه بيكون برضه مركز مع رمحه وشكله بيخطط لحاجة، وبيبتسم وبيقول لدونغ عيب عليك انت نسيت ولا ايه؟
ده انت اللي علمتني ان السمكة بيكون طعمها احلى لو انا اللي اصطدتها بنفسي. ومرة واحدة الرمح بتاعه بيتغير اتجاهه وبيرشق في صدر الحرية بيدشملها خالص، وبتظهر في اللحظة ديت رسالة بتم اصطياد حرية بحر من المستوى 33 وحصول يوهان على 350 ألف يوان. وبعد موت الحرية كل الوحوش بتخاف وبتهرب من المكان فعلا، وبيفرح كيم وبيفضل يهزر مع جيون وبيقول له عيب عليكم، قلت لكم اني جامد محدش صدقني. بس دونغ بيكون كل تفكيره في هارين، وبيطلع يجري وهو مخضوض عليها عشان يعرف ايه اللي حصل لها، وبيتصدم اول ما بيسألها مالك فبتعرفه ان ابوها للاسف من ضمن المصلوبين فوق. بيتصدم دونغ وبيقول لا مستحيل، ما تقوليش كده، ليه حماه هيكون متعلق فوق؟ وبيبص وهو مرعوب ومش عايز يصدق، لكن للأسف مستحيل البت تتوه عن أبوها. وبيقع دونغ على الأرض هو كمان منهار على حماه، ويوهان بيحاول يدي مهمة لهارين زي ما عمل مع ريتا بإعادة إحياء أبوها، لكن النظام بيرفض وبيقول له إن المنطقة اللي مات فيها الأب خارج المنطقة بتاعته وما يقدرش إنه يرجعه تاني. كفر يا ملحدين، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وهو بيكلم نفسه يوهان وبيقول انا عايز استدعي دونغ والفريق في اللحظه دي، لكن للاسف مفيش قاعده اماميه، ولو استدعيتهم دلوقتي كل اللي هم وصلوا له هيروح على الفاضي، لانهم هيرجعوا يعيدوه من الاول تاني. انا طلعت شخص اناني جدا، لاني طول الوقت ما كنتش بفكر غير في انقاذ اهلي انا وبس، ونسيت ان كل واحد فيهم عنده اهل وقلقان عليهم وعايز يطمن عليهم، بس كلهم حطوني انا فوق اولويتهم وقرروا انهم يضحوا بحياتهم ويرجعوا ليا انا اهلي الاول. وبنشوف دونغ وهو بيحضن هارين اللي طلعت مراته يا جماعة، وبينهار من العياط، ومش بس هما اللي بيعيطوا، ده كل الفريق بينهار من العياط. ويوهان بيشوف المنظر ده وبيقرر ان اكرام الميت دفنه، وبيدي هارين مهمة دفن ابوها، وبينهار هو كمان من العياط والندم. اما هارين فبتفرح بالمهمة ديت وفعلا بتدفن ابوها، وبيقول لها دونغ انت شايفة ان ده هيكون كويس بالنسبة لك؟ فبتقول له هارين ايوه، ابويا هيحب المكان ده قوي، طول عمره كان بيحب الشغل زي عينيه، وكان فخور بنفسه وبشغله، وكان حلمه من زمان انه يدفن جنب المترو. وبتضحك وهي بتعيط وبتقول له ما كنتش اعرف ان هيجي يوم وحلمه ده هيتحقق. ويوهان بينهار زيادة من العياط وبيقول أنا مش متخيل إني ممكن أتحط في موقف زي ده في وقت من الأوقات وأشوف عيلتي بالمنظر ده، وفي نفس الوقت ما ينفعش أبقى أناني وأدور على أهلي بس، هم كمان عندهم أهل، عشان كده لازم أدور على ناس أقوياء عشان تساعدني وما يبقاش الحمل كله عليهم. وفي اللحظة ديت هيوك بيكون بيصطاد غيلان مع فريقه وبيوصل للمستوى 30، وعلى طول يوهان بيديله لقب تابع، وكالعادة بيخرج نور من جسم التابع، والبت اللي وراه بتصوت وبتقول له هيوك جسمك بيخرج منه نور جامد. وبيظهر لهيوك أول مرة إنه بقى تابع ليوهان، وإن مستواه ارتفع للمستوى 40 وحصل على لقب ساحر وفارس، وحصل على مهارتين، مهارة قنبلة المياه بالرتبة A ومهارة الاستدعاء والتحكم في المياه بالرتبة S. وبيديله يوهان مهمة وهي استخدام مهارته الجديدة في صيد الغيلان. كل ده وهيوك بيبقى مش فاهم أي حاجة لكن بينفذ المهمة، وبيضرب الغيلان بقنبلة المياه وبيفرح جدا من قوته الجديدة، وبعدها بيستخدم مهارة التحكم في المياه وبينزل المية على هيئة كور صغيرة، وكل فريقه بيبقوا مش فاهمين ايه اللي بيحصل مع هيوك وايه القوة الجديدة الجحدة ديت، بس هيوك بيبقى فاهم وفرحان جدا وبيفضل يضحك جامد وبيشكر يوهان وبيقول له انا مستحيل انسى لك الجميل ده طول حياتي. وبتيجي رسالة ليوهان ان ثقة هيوك فيك ارتفعت، لكن يوهان بيكون مصدوم لانه استيقظ بمهارة بالرتبة اس، وده تاني شخص في فريق التابعين يكون عنده مهارة بالرتبة اس، وانه في الاول كان مستيقظ بالرتبة ب بس، وبيبقى مش فاهم ايه اللي بيحصل وان ازاي استيقظ وعنده مهارة بالرتبة اس، يا ترى بالحظ ولا عشان فيه سبب معين؟ والاهم بقى دلوقتي هو اني لازم استفيد منه، يا ترى اخده واضمه لفريق دونغ؟ لا لا مش هينفع، لان فريق دونغ متفاهمين جدا مع بعض، وهيحس نفسه غريب وسطهم ومش هيقدر يخرج كل قوته، غير كمان ان هيوك في مجموعة كبيرة من الناس معاه وبيعتبروه القائد بتاعهم، ولو اخدته من وسطهم ساعتها ممكن يتفرقوا ويكسلوا كلهم، الاحسن انه يفضل معاهم. وبيقطع تفكيره رسالة من النظام بتم صيد غول بالمستوى السادس، فبيقول شكل مش هيوك وفريقه بس اللي بيصطادوا متأخر كده، والنظام في اللحظة دي بيبعت له رسالة إن تم وصولك للمستوى 20 وتم اكتساب مهارة جديدة وهيتم توسيع منطقة الزوم، وانتم عارفين إن توسع الزوم بيعمل إيه في يوهان؟ أيوه بالظبط بيعذبه يا جماعة.
يوهان بيتعب جامد جدًا وبيقع منهار من كتر الوجع على الأرض، وسيون بتشوفه كده بتبقى مش فاهمة في إيه اللي بيحصل له، وبتجري تطمن عليه وبتقول له وهي مرعوبة: "يوهان، سيد يوهان أنت كويس؟" ويوهان بيفتح عينيه بالراحة وبيقول لنفسه: "يا نهار أبيض! إيه الوجع ده كله؟ ده مختلف تمامًا عن أي وجع حسيت بيه قبل كده، ده زي ما يكون ماسكين سكاكين وبيغرزوها بكل قوتهم في كل حتة في جسمي." وبيفتح عينيه أكتر بيلاقي سيون عمالة تعيط عليه وكانت فاكراه مات، وبتحاول إنها تعمل له تنفس صناعي، بس يوهان النحس بيقطع برزقه وبيفوق قبل ما يحصل ده، وبتتكسف البت جدا منه وبتقول له وهي بتعيط: أنا افتكرتك إنك مت. وبيبص جنبه بيلاقي كيمي هو كمان منهار عليه، وبيطبطب على دماغه بيقول له ما تخافش أنا كويس أهو. وبيستخدم يوهان مهارة العين المطلقة عشان يشوف اتوسع قد إيه، فبيلاقي الزوم اتوسع جامد جدا أكتر بكتير عن كل مرة، ده أخد منطقة كاملة ودخلها جواه. وبيقول يوهان لنفسه: أنا تعبت قوي نفسي أنام بس 5 دقايق، بس للأسف إيه الوقت مش في صالحي ولازم أكمل. وبيدخل على النظام وبيلاقيه أخد 3 نقاط يزود بيها مهاراته، وبيقول أنا عارف أنا لازم أطور مهارة إيه، مهارة العين المطلقة، أهم مهارة في الوقت الحالي. وبيطورها وبيتصدم إنه بقى عنده 3 عيون وهيقدر يشوف 3 أماكن مختلفة كأنه بالظبط قاعد قدام كاميرات مراقبة. لكن للأسف لا عينه ولا دماغه هيستحمل كده وعقله هيتشتت أكتر، فبيقرر يطور حاجة غير العين المطلقة وبيطور مهارة حفظ الكرامة بتاعة المية والنور. وأول ما بيطورها بيجيله رسالة إنه تم وصوله للمستوى الخامس وتم إضافة خاصية سحب الحاكم و300 كريستالة هدية. ويوهان بيبقى مش فاهم إيه المهارة الجديدة ديت، وبيقرر إنه يجربها وبيسحب أول كريستالة، وأول ما بيدوس عليها بيخرج نور قوي جدا لدرجة إن سيون وكيمي ويوهان بيترعبوا منه. وبيظهر من النور ده خاتم وبياخده يوهان على طول، وبيعرف إن ميزة الخاتم ده إنه بينقل صوت يوهان لكل التابعين وبيقدر إنه يكلمهم ويكلموه كمان. يا حلاوة يا ولاد، يوهان جاله ايربودز هدية يا جماعة، وبيفرح يوهان بالهدية دي قوي، لكن بيتصدم أول ما بيسمع صوت حد بيزعق. وبيستخدم مهارة العين المطلقة وبيلاقي فيه واحد عمال يزعق لدارين ووراه مجموعة من الناس، وبيقول لدارين: ايه يا شيخ حرام عليكي، 50 شخص عايشين في شقة واحدة، ده محدش عارف ينام نهائي ولا حتى العيال الصغيرة عارفة ترتاح، ادونا شوية اوض من الاوض الفاضية اللي عندكم ننام فيها. بترد عليه هارين وهي متوترة جدا وبتقول له: انا اسفة والله بس مفيش في ايدي اي حاجة اقدر اعملها لك. ويوهان بيكون شايف اللي بيحصل ده وبيتعصب جدا وبيقرر انه يروح لهم بنفسه. وبيظهر له مهارة جديدة بعد ما وصل للمستوى ال20، وهي إن أي باب قدامه أول ما يفتحه يقدر يخرج منه على المكان اللي هو عايزه في الزوم. يا حلولي، ده يوهان واخد كام مهارة في التطوير ده لوز اللوز. المهم نرجع للراجل اللي بيزعق لدارين وبيقول لها: مش كفاية إنكم سارقين شقق الناس بدون إذنهم وكمان بتتصرفوا فيها على مزاجكم، فين مدير المخروبة دي؟ بيرد عليه يوهان وبيقول له: أنا المدير الحرامي اللي سرق شقق الناس، لو شايف إن نظامي مش عاجبك تقدر تسيب المكان وتمشي على طول. بيترعب الراجل جدا وبيتعصب وبيقول له: أنت إزاي حتة عيل صغير زيك عايز يطردني؟ وبيتعصب يوهان وبيطرده على طول، وبيختفي الراجل فعلا من المكان في لحظتها على طول، وبيتصدم كل الموجودين. وبيبص لهم يوهان بنظرة مخيفة وبيقول لهم: دلوقتي الجو بقى أهدى، في أي حد منكم عنده شكوى عايز يقولها؟ بيسكتوا كلهم وبيكمل يوهان وبيقول لهم: دلوقتي أنا بقى اللي هاتكلم، بسبب اللي انتم عملتوه هقطع المية والنور والغاز عن شقتكم. فبيترعبوا كلهم أكتر، وبيكمل يوهان وبيقول لهم: أنا مش فاهم انتم جايين هنا وعمالين تزعقوا ليه؟ انتم مش دخلتم الزوم بعد ما شفتم بنفسكم اننا اقوياء جدا وقدرنا اننا نهزم العملاق؟ في 100 شخص غيركم بيجوا كل يوم، ولو فكروا زيكم تفتكروا كل دول هيسكنوا فين؟ أنا لو وافقت على طلبكم ده في كذا مشكلة هتواجهني، أولهم كل الشقق اللي في المكان هتتملي بسرعة، بالتالي مش هقدر استقبل أي حد جديد. تاني حاجة، الناس القديمة هو اللي بتشتغل وبتساعدني عشان تريحكم هتحس إنها زيها زيكم، وأكيد دي حاجة هتضايقهم جدا. وتالت حاجة ودي الأهم بقى، لو وافقت على كل طلب هيطلب مني مش هنخلص، كل واحد فيكم هيفتكر نفسه عايش في فندق 7 نجوم وهيجي يحقق أحلامه عندنا، عشان كده أنا هقولها لكم على بلاطة. وبيزعق بصوت عالي وبيقول لهم: حقوق الإنسان اللي انتم جايين تطالبوني بيها دي عندها مش عندي هنا،
انتم شكلكم نسيتم احنا في ايه. بص حواليكم كويس قبل ما تتكلموا. ايه العالم كله اتدمر والحكومة انهارت، وانا مش موظف حكومي جاي انت تطالبوني بحقوقكم. انتم تحمدوا ربنا انكم لاقيين مكان امان تناموا وتاكلوا وتستحموا فيه. غيركم بيحلم بربع ده. ولو انتم مش عاجبكم وضعكم الحالي يبقى لازم تشتغلوا زي غيركم عشان تقدروا توفروا لنفسكم مكان افضل من اللي انتم فيه. وبيقول يوهني نفسه عشان تعيشوا هنا لازم تبقوا اقوياء وتطوروا من نفسكم. غير كمان ان في ناس غيركم راضيين بالاقل منكم ده، ومقسمين نفسهم 3 دوريات عشان تعرف تنام كل مجموعة منهم شوية. ومش بس كده، دول بيسألوا وبياخدوا خبرة من الناس اللي قبلهم ازاي يعيشوا ويبقوا مبسوطين ومرتاحين اكتر. وانتم جايين تزعقوا وتتخانقوا. وبيبص لهم بكل شر وبيقول لهم روحوا لاوضتكم حالا والا هتخسروا كل حاجة. بس كده يا صديقي، وبكده تكون حلقة النهارده خلصت. بس يا ترى ايه اللي هيحصل مع يوهان، وهل هيلاقي اهله ولا لا؟ كل ده واكتر هنعرفه في الحلقات اللي جايه. بس لو وصلت لحد هنا يا اسطوره فيا ريت تدعمنا باللايك الجميل بتاعك. وكالعاده قبل ما نقفل يلا بينا كلنا نصلي على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام، ويلا سلام.